السلام عليكم بنات، صلاه والسلام على رسول الله. ان شاء الله الفيديو تاعي هذه تلقاكم بخير وعلى خير وتلقاكم هنيين يا ربي. الموديل تاع اليوم سامبل وخفيف. شوفوا جبت 5 بيي من اللون هذا و5 بيي من اللون هذا، وجبت الوان تاع الخيط نفس البيي هكذا بنات. نبداو في الموديل تاعنا، نبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. الموديل تاعنا سامبل وسهل وخفيف تتعلمي فيه. انا للعلم انه الفيديوهات تاعي للمبتدئات، مانيش نوري في نعلم في الخياطه للناس اللي تعرف تخيط. انا راني نوري في الناس المبتدئات. واللي تجي تقول لي طولتي في الهضره وطولتي منا وطولتي منا، انا راني نطول على جال المبتدئات. كاين بنات راهم يراسلوني في الخاص يقولوا لي طولي قد ما تقدري وفهمينا وبسطي قد ما تقدري. فاهمين؟ ما تجيش وحده تدخل لي تعرف تخيط وحابه تدي الموديل من بعد تقول لي راكي تطولي في الهضره وراكي تزيدي في الهضره وراكي تطولي في لا فيديو. اللي ما عجبتهاش طريقه التفصيل تاعي ولا ما عجبتهاش ما عجبهاش الكلام تاعي، تتفضل تخرج من القناه تاعي وما تزيدش تدخل القناه تاعي. هذا واش نقول. انا راني نوجه الفيديوهات تاعي للناس المبتدئه، الناس اللي مازالت ما تعرفش تفصل، الناس اللي تحوس على قنوات تفيدهم، يعني توري لهم كيفاش يفصلوا بطريقه مبسطه. انا شوفي لا باترون لا بنا لا طلعي لا هبطي، انا راني نوري تفصيل يعني سامبل يدخل سلس، يعني تفهيم سلس يدخل المخ اي وحده سواء كانت متعلمه ولا مش متعلمه. ما كيتا في البيت حابه تتعلم تخيط وتخدم على روحها، انا الفيديو تاعي هذا راه مخصص ليها. اما الناس اللي تدخل تهضر الهضره زايده، واش بيكي طولتي في الهضره، واش بيكي نقصتي، واش بيكي درتي منا، واش بيكي درتي منا، ما عجبهمش لا فيديو تاعي، يتفضلوا يخرجوا من القناه وراهم سامحين. هكذا بنات ما نطولش بزاف في الهضره وما نحبش الشكايات، لانه خاطش تجيني دي كومونتير قسما بالله تقولي نغلق وما نزيدش نهبط حتى فيديو. ولكن انا نراعي ظروف الناس اللي حابه تتعلم والناس اللي تبعت لي وتقول لي بارك الله فيك وتدعي لي بالخير. انا القناه هذه ماني مديها منها والو، يعني راني ندي في دعوات الخير من عند الناس اللي راهي تتعلم مني فقط، اني نفيد في الناس. نبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. والقماش تاعي 1.5 متر. ولكن اصبروا نكيلوا، لانه ساعات تجيب لك الزبونه تقول لك 1.5 متر ومن بعد تلقاي اللي قطع لها منقص لها في المتراج. فاهمين؟ ساعات تلقاي الاعوجاج، ساعات تلقاي نكيلوا ونرجع لكم. شوفوا بنات القماش تاعي لقيت فيه 1.5 متر، نحي نص متر للذراعين طبعا. شوفوا متر للذراعين. هايديك نص متر للذراعين. للعلم انه القماش راهو مشرب. هذه نص متر نحيني هذه الذراعين، نروحو نفصلوا الرقبه والبدن الباترون الاساسي للقندوره تاعنا. شوفوا بنات مولاتها حبتها بلا ديكو برانسيز، وحبتها تجي محشوشه من الوراء، يعني من الوراء تكون فيها القصه. نطبقها هكذا على زوج وما نحطهاش فوق بعضها. شوفوا بنات هنا ما نحطهاش فوق بعضها سوا هاك المغلقه والمفتوحه، نحطها هكا بعيده شويه هكذا باش نخلي. شوفوا اصلا نقلب القماش فقط باش تبان لكم. الجهه مفتوحه من الوراء هايديك هكا، والجهه المغلقه ما نديرهاش فوقها سوا.
شوفوا بنات هكذا ندير هكذا، نخلي قيمه 2 اصابع لانه هذه راح من بعد نخيط. ها شوفوا اذا فيها الاعوجاج شويه خلي قيمه 2 اصابع، الا ما فيهاش الاعوجاج وستفتيها قد سوا شوفي ديري قيمه اصبع واحد. هاوليك خلي قيمه اصبع واحد هاوليك باش تخيطي من الوراء. ها هاوليك هكا نسقم انا القماش تاعي كامل لتحت ومن بعد نرجع لكم. شوفوا بنات ان شاء الله تكونوا فهمتوني كيفاش حطيت القماش تاعي. الجهه المفتوحه من تحت، هذه طريقه كذلك مبسطه تاع الداخل في الخارج، تجيك محشوشه من الوراء يعني مقسومه من الوراء. شوفوا بطريقه سهله بلا ما تطبقي هكا القماش كروازي، كاين عده طرق يعني، بصح انا اختصرت للمبتدئات هذه الطريقه وتجيك الي من تحت وعادي. شوفوا بنات الجهه مفتوحه عفوا تكون من تحت، والجهه المغلقه تكون من الفوق، ولكن ما بيناتهم واحد 2 اصابع ولا اصبع واحد هكذا. بهذه حق الخياطه هكذا بنات. شوفوا هنا درت الرقبه تاعي، درت 4 اصابع على 4 اصابع من الامام، ومن الخلف درت 4 اصابع على 3 فقط، مانيش حابه تجيني عريانه من الوراء بزاف هكذا بنات. شوف انا دوكا درت منا 4 على 4 ومن الخلف درت 4 على 3. هاني شوفوا كيفاش درت، هذه من الامام وهذه من الخلف. نقصت اصبع من الخلف باش ما تجينيش محلوله بزاف. هاي لك الرقبه تاعي من الامام هكذا بنات. شوفوا درت الكتف تاعي كيلت منا لهنا، هاي لك شبر اللي هو 20، ولكن خذوا بعين الاعتبار 1 سنتيم من هنا، 21 درت سنتيم، هذا راح تخيط 21 سنتيم او شبر. درت الكتف 12 سنتيم، هاوليك كتف 12 سنتيم. دائما المبتدئات نقول لهم ديروا 12 ومن بعد تحبي تنقصي نقصي الكمل الكتف، فهمتوني؟ كاين ضعفات يجوهم الكتف طايح بزاف 12 بعد تهبطي منا لهنا ب 20 سنتيم، هاي ليك ب 20 سنتيم باش نديروا حردة الابط تاعنا. شوفوا بنات 20 سنتيم هذه ثابته 20 سنتيم. ما تجيش وحده تقول لي لا وندير 26 وندير، حبيتي ديري 26 ربي يسهل عليك. انا كي تاخذي رايي وتشوفي لا فيديو تاعي وتطبقيه، شحال من وحده تطبق لا فيديو تقول لي رحم الله والديك راهي جاتني القندوره سوا هكذا بنات. شوفوا 20 سنتيم تهبطي هاي لك، الا في لي اوفر سايز يعني المقاسات الكبيره راني حاطه فيديوهات تاع مقاسات، تدخلي وتشوفي المقاس تاعك اذا كان كبير بزاف يعني فوق من 3 اكس ال او 4 اكس ال، هذيك حاجه خاصه هذوك الاوفر سايز. شوفوا هنا تهبطي ب 20 سنتيم، بعد ندير دوران الصدر تاعي. انا اليوم درت دوران الصدر تاعي 33 سنتيم. علاش؟ لانه مرا شويه كبيره في السن، ماشي كبيره بزاف مي ناخذ بعين الاعتبار انها تجي القندوره فضفاضه شويه، وحبتها بلا ديكوب وحبتها محشوشه من الوراء، ولكن حبتها ما تجيهاش سور تاي تجي واسعه شويه فضفاضه، عندها لا فورم بصح فضفاضه. درت هنا 33 هنا 33. من بعد اذا جاتك عريضه بنات، اذا جاتك عريضه تقدري تنقصي في الخياطه خير من تجيك ناقصه وتجيك ضيقه، فاهمه؟ درت بعين الاعتبار لا ديكوب برانسيس تاعي هاي ليك هنا، درتها من الخلف ومن الوراء. شوفوا نزلت في حرده الابط تاعي ب 15 هاي ليك، درت النقطه تاعي وجيت هنا درت 12 سنتيم ونحدد لا ديكوب تاعي ونجي للكتف هنا في النصف تاع الكتف تاعي ونهبط الى غايه 45 سنتيم، نحط النقطه تاعي نهايه لا ديكوب تاعي، ومن بعد ندير هاي ليك نرسم لا ديكوب تاعي. سهله بنات، تبعوا الطريقه هذه تجيكم ولا اروع بطريقه مبسطه. بزاف راهم زعفانين عليا راني نبسط في لي فيديو، نبسط في لا ديكوب برانسيز ونبسط في هكذا، ولكن انايا راني ندي في دعوه الخير. خلاص بنات شوفوا وصلنا لهنا، دخلت شويه هكا باش ندير لا فورم تاع القندوره هاي ليك هكا شويه فقط ونهبط منا. شوفوا بنات من حرده الابط نهايه حرده الابط تهبطي ب 20 سنتيم كذلك هاي ليك، وتحطي النقطه ومن بعد تبداي تحطي المتره تاعك او العصا تاع البالي او البيروكي تاعك ولا اي مسطره عندك وتكيلي منا
الى غايه الاسفل القندوره تاعك باش ديري لا فورم تاع القندوره تاعك. هكذا بنات خلاص رانا متفاهمين. دوكا شوفوا كيفاش نبدا نفصل القندوره تاعي. شوفوا بنات، نفصل اولا الرقبه من الخلف، من الخلف هاي ليك. شوفوا قلنا 3 اصابع من الخلف، نجي للامام ونوسع شويه. شوفوا بنات هاي ليك قيمه 1 سنتيم، ولا ما نوسعش خليها لاني راح نفصل الرقبه تاعي. هكذا خلوها 3 فقط باش ندير الفيزلين ونفصل الرقبه تاعي. انا راح نفصلها معكم بعد نبعث نشري الفيزلين ونلصقو لاني ما عنديش دوكا الفيزلين. نفصل الرقبه تاعي ونجي نفصلوا الكتف تاعنا. ولكن بنات ننصحكم المبتدئات اللي تحب تخدم قندوره بالبيي لازم تدير الفيزلين. شوفوا بنات هاي ليك نهبط الهبطه تاعي تاع الكتف. هذه حدد الابط تاعي هكذا بنات. شوفوا ونهبط منا، ندخل هذيك الدخله تاع 2 أو 3 سنتيم فقط ونهبط الى غايه الاسفل. شوفوا بنات هذيك شوفوا بنات القندوره تاعي كيفاش جات. هاي ديك نروح ندير لا ديكوب تاعي برانسيز. هاي ديك شوفوا بنات هاي ديك بنات. شوفوا ولكن هنا فقط شوفوا نحي قيمه 1 فقط سنتيم. ها باش نديرها من بعد كي تخيطوها بنات لا ديكوب هذه دائما تجيكم ديكالاج، تبقى لكم واحد هكا فقط، واحد القيمه 1 سنتيم هكا، تقطعوها هكا ديريكت. شفتوا بنات دوكا هذه الخلف والامام. الخلف هاوليك شوفوا دوك نهبط هنا فقط ب3 اصابع وندير على شكل قلب. هو من الاحسن بنات ديروا الفيزلين. شوفوا بنات كما قلت لكم نتوما لازم ديروا الفيزلين. انا راح نفصلها هكذا. شوفوا هبطت درت هكا، هبطت ب 15 سنتيم. هاي ليك 15 سنتيم. درت النقطه تاعي دخلت ب7 باش تجيكم الرقبه مضبوطه. دخلت ب7 هاي ليك باش تكون لكم واضحه. وندير الخط تاعي من الرقبه الى غايه هاوليك. نرسم المربع تاعي. من بعد نجي هنا نهبط ب10 سنتيم او 11 سنتيم. نحط النقطه تاعي. النقطه تاعي نروح نديرها على شكل دائريه هاك، وكي نوصل هنا لنهايه النقطه نخرج شويه تحت تحت ب1 سنتيم باش تجيني على شكل قلب. شوفوا بنات هايديك للعلم اني ما وسعتهاش بزاف في القندوره. شوفوا كيفاش تجيني الرقبه من الامام على شكل قلب. هايديك نحطها نحددها في الفيزلين، ندور فقط باش تبان لكم. هايديك
تجينيش عريانه بزاف. ندورها هكا بالفيزلين تجيني على شكل قلب مبطن. تحبي بالفيزلين او تحبي بالبيي كيما تحبي. تبطين عفوا بنات فقط، عفوا سمحوا لي، تبطني بالبيي ولا تبطني من القماش اللي فضل لنا. هاوليك القماش اللي فضل لي شيت اللي فضلوا لك تبطني بها، والا تحبي، ولكن الفيزلين اساسي. هكذا بنات هذه التفصيله تاعنا اللي كانت اليوم. نزيد نفصل معكم برعين بابسط طريقه طبعا، ونروحوا نخيطوا القندوره تاعي. انا حاليا اني مانيش نهبط في فيديوهات الخياطه، راني ندير غير في التفصيل فقط باش نفيد فقط البنات اللي طبعا اللي حابه تتعلم الخياطه. لازم تتعلم الماشينه، لازم تكون عندها ماشينه وتتعلم الاساسيات تاع المبتدئات. طبعا كي تكون تخدم في الماشينه مليح وتفصل مليح تجيها الخدمه متقونه. شوفوا بنات انا نجيب 50 سنتيم قلت لكم اللي قعدت لي، هاي ليك نطبقها. شوفوا بنات فقط حبس التسجيل. شوفوا نكيل هنا 28 سنتيم ونقطع هذا الزايد. ونقلب القماش تاعي لانه منا جاني الزايد بزاف. هاوليك بنات شوفوا نكيل منا لهنا، هاوليك نحسب منا هكا 15 سنتيم هايليك، ومن بعد نطلع وتجيني القندوره تاعي. هايليك المواش تاعي كيلت منا 15 سنتيم. هايليك المواش تاعي نكرونتي منا طبعا، ونهبط منها نديرها قيمه 20، نديرها عريضه لانها تحبها باش تتوضا ولا. هايليك حتى ل 21 بنات ونطلع طبعا. تجيني مانش عريضه ماهيش ضيقه. هايليك المانش تاعي بنات كيفاش جات. منا دوك ندير لها البيي، نستفها بالبيي، ومنا هايليك كرونتيت. خلاص هذه هي المانش تاعنا وهذه هي القندوره تاعنا. نروح انا نبطل ونخيط ونوريها لكم في الماكان.